السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله واللي كتمناو يا ربي. الوصفة ديالنا اليوم في إطار تحضيرات حلويات العيد إن شاء الله. غادي نوجد معكم هاد الحلوة ديال الشهدة كيف كتشوفوا معايا أخواتي. كتجي رائعة واقتصادية، كتجي مرملة من الداخل وفيها واحد الترميلة كتجي فيها زوينة، وكذلك واحد التقرميشة والهشاشة كتجي رائعة رائعة بزاف واقتصادية كيف ما غتشوفوا معايا. يعني حلوة ديال تدواز اتاي ما فيهاش كثرة المقادير. شوفوا معايا غادي نشارك معكم واحد الوحيدة. شوفوا معايا كيفاش دغيا كتهرس، كتجي فيها واحد التقرميشة زوينة وكتجي مرملة من الداخل، يعني ما كتجي لا مدقصة لا حتى حاجة. حلوة اللي كتجي رائعة رائعة بزاف، كيعجبوها الكبار والصغار. بقاو معايا حتى الاخير نشوفوا ان شاء الله المقادير وكذلك طريقة التحضير. اول حاجة نبداو على بركة الله. عندنا هنا الدقيق اللي خاص بالحلويات. عندي واحد 125 غرام ديال الزبده، عندي جوج بيضات، غير البيض هنا خرج فيه جوج محاح، وعندي الفيرميسيل كحل، وعندي فلون بنكهه الكراميل، عندي كاس ديال السكر سنيده معامر، وكاس ديال الزيت، وعندي كذلك واحد نصف خميره ديال الحلويات، وساشي ديال السكر بنكهه الفاني، وواحد القبيصه ديال الملحه، وعندي النكهه ديال الناتا كتبقى اختياريه. نكهه الناطا كتعطينا واحد المذاق اللي زوين بزاف. هنا غادي ناخذ واحد القصريه باش نبدا نخدم فيها. كيف كتشوفوا معايا ضفت داك 125 غرام ديال الزبده، وكذلك بالنسبه للسكر انا ما بغيتش نكثر السكر لانني غادي نمرمدها في السكر كيف ما غتشوفوا معايا. فضفت داك الكميه ديال السكر تقريبا كاس لاروب، ضفت واحد راس معلقه ديال نكهه الناطا، ضفت الفاني، وضفت الملح، وصافي غادي نبدا نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحاولوا اننا نمعكو ديك الزبده مع السنيده. فبالنسبه للاخوات يعني العجين ديال هاد الحلوه فبحال العجين ديال الصابلي. صافي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما معكتها مزيان غادي نضيف البيض. فبالنسبه للبيضه اخواتي كيف ما قلت لكم راه غير جوج بيضات، غير ان البيض خرج ليا فيه جوج محاه. الا كان عندكم البيض صغير فضيفوا 3 ديال البيضات. المهم انا عندي هنا البيض كبير، ضفت جوج حبات ديال البيض اللي ضروري انهم يكونوا في درجه حراره المطبخ، يعني ما تشدوهمش من الثلاجه وتخدموا بهم. صافي غادي نحاول انني ندمج هاد المقادير مزيان مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد مباشرة غادي ناخد داك الكاس ديال الزيت وغادي نضيفو كذلك على الخليط. بالنسبة لاخواتي الكيسان ديال يعني عبار الكاس د العنبة. غادي نضيف كذلك داك الكاس ديال الزيت. صافي وغادي نبدا نخلط مزيان حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. فهاد الحلوه اخواتي راه كتجي رائعه رائعه بزاف، كتجي هشيشه وكتخرج معنا كيف ما غتشوفوا معايا يعني كميه لا باس بها. يعني ما كتخرج لينا غير شويه، كتخرج الخير والبركه. وكيف ما شفتوا معايا يعني ماشي صغيره، وكتجي رائعه رائعه بزاف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبدا نضيف الدقيق غير بشويه بشويه. فبالنسبه لاخواتي لهاد العجين ما خصكمش تقصحوه بزاف، لانه الا قصحتوه بزاف ما غاديش يعطيكم ديك الترميله وكذلك ديك التقرميشه، غادي يجي غير قاصح. فبالنسبه للعجين هنا كيجي بحال العجينه ديال الصابلي. انتم بقاو معايا اخواتي باش تشوفوا معايا، يعني راه ضروري خصكم تتبعوا مرحله بمرحله. يعني باش تنجح معكم ان شاء الله هاد الحليوه من اول مره. بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا يلاه مبتدئين هكا كيبغيو يوجدوا شي حليوات شي حاجه، انتم كيف مشوا معايا بقيت كنجمع بالدقيق غير بشويه بشويه حتى خدات ليا ديك الكميه ديال الدقيق اللي خصها. نتوما كيف مشوا معايا العجين كيكون شويه لين ولكن ما كيلتصقش في اليدين، يعني بحال العجينه ديال الصابلي. صافي هنا ضفت الفيرميسيل. بالنسبه للفيرميسيل اخواتي فراه يعني غير وريته لكم ورديته للثلاجه، لان ضروري خصنا نديروه يبرد، لانه الا كان سخون وبديت هكا كنعجن فيه فغادي ديك الفيرميسيل غادي يذوب وغتولي لينا هاد الحلوه كلها كحله. فاحنا ما بغيناش تكون كحله، بغينا تكون بيضه ويكون داك الفيرميسيل عاطي فيها هكاك دوك الحبيبات باينين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي. فبالنسبه لهاد الحلوه حاولوا انكم ما تدلكوش مزيان، ما تدلكوهاش بزاف. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا عندي الطابع وعندي السكر ديال سنيده. بالنسبه لتما عندي الدقيق، فما غاديش نحتاجو غير الدقيق اللي تبقى ليا. وبالنسبه للاخوات لها الطابع ديال الشهده كيعطيها واحد المذاق واحد الشكل اللي زوين زوين بزاف، كيجي فيها واحد الشكل رائع. يعني ماشي هاد الطابع يمكن لينا نستعملوه غير في حلويات ديال اللوز، وحتى هكا في حليوات يعني حليوات عاديين، حليوات ديال التدوازاتي حتى هكا كيجيو زوينين. بالنسبه للاخوات للطابع فغادي تلقاو عند
عند العطاره اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلوى او محلات اللي خاصين هاد الاواني ديال هادشي ديال الحلوى، غادي تلقاو عندهم راه ما كيفوتش الثمن ديالو اكثر من 5 دراهم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه كناخذ داك العجين كنبدا نشكل فيه على شكل كويرات كيف كتشوفوا معايا، كويرات اللي كيكونوا ما كبارش وما صغار، لان هاد الحلوه هذه راه ملي غتدخلوها الفران راه الحجم ديالها كيتضاعف، يعني خصكم ديروا بحساب ما تكبرهمش بزاف، باش يعني ملي يدخلوهم الفران ما يجيش داك الحجم ديالهم كبير بزاف لديك الدرجه انه كيجي معيق. صافي هنايا غادي ناخذ داك السكر سنيده كيف كتشوفوا معايا، وكنمرمد ليها غير الوجه ديالها، يعني ما كنمرمدش ليها حتى لتحت، كنمرمد غير الوجه ديالها بالسكر سنيده. صافي وكناخذها وكنطبعها هكا على هذا الشكل هذا. فرا الطابع كيتحيد اخواتي بسهوله، انتما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي فيها داك المنظر زويون. وديك سنيده كتجي فيها من الفوق كتجي عاطيه فيها واحد، كتجي ديك السنيده عاطيه فيها واحد حتى هي واحد التقرميشه زوينه من الفوق. وكيف قلت لكم اخواتي مرمدوها بسنيده غير من الوجه ديالها، لانه الا درتو ديك السنيده حتى من التحت فملي غادي تدخلوها للفران غادي تحرق لكم الحلوه من التحت، لان ديك السنيده غادي تذوب. فضيفوا لها غير هكا على الوجه ديالها، غير هكا كتعطينا واحد النتيجه اللي زوينه، وكتجي فيها لا في المنظر ولا في المذاق كتجي ديك السنيده باينه محببه هكا من الفوق، وكذلك كتجي عطينا واحد التقرميشه زوينه من الفوق. صافي اخواتي غادي نبقى مستمره على هاد الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا، حتى غادي نكمل ان شاء الله معكم الكميه كامله اللي عندي. هانتوما معايا اخواتي وما تمشيو فيه. وكذلك اخواتي هاد الحلوه هذه فكتبقى اطول مده، يعني هكا غير ديروها في شي طاسه تسدوا عليها مزيان، تسدوا عليها بالبلاستيك وبالطاسه، فما كيوقع ليها والو، ما كتبردش ابدا دغيا، لان كاين شي اشكال ديال الحلويات دغيا كتبرد، يعني ما كتبغيش انها تطول. فهاد الشكل اخواتي ديال الحلويات راه كيطول، كيبقى معنا يعني لواحد المده اللي طويله، فما تخافوش منه ابدا انه دغيا يبرد ليكم. وحتى الوليدات تصايبوا هكا وتبقاو تعطيهم الصباح يفطروا بهم. فحال هاد الحليوات هادو راهم كيعجبوا الوليدات الصغار. كاين الوليدات اللي ما كيعجبوهمش داك اللي كيكون فيهم داك الشكلاط وداك الشيء من الفوق، المهم ماشي كل الوليدات كلهم بحال. فبحال هاد التشكيلات هادو اللي كيكونوا بساطين هكا وما فيهمش، يعني كيجيو هكا بحال شي بسكويت او شي كوكيز، فهكا كيعجبوا هكا الوليدات. وهنا بالنسبه للاخوات فاش كنحطهم هكا في الفران، ضروري انني كنفرش ليهم هكا واحد الورق ديال الفرن، اولا كناخذوا اللاطه اللي غادي ندخلوها فيها وكنرشوها بالدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هي الطاوه الاولى عمرتها، فهنا عندي الطاوات ديال فران الغاز فكيكونوا يعني طاوات شويه كبار، راه كتخرج ما شاء الله الخير والبركه. هذه الطاوه الاولى كيف ما شفتوا معايا. وهنا غادي نكمل الكميه اللي تبقات ليا. فبالنسبه لهاد الكميه غادي تخرج ليا تقريبا طاوه ونص ديال الحلوى كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للحجم ديالهم يعني راه كبير شويه، الا زدتوا صغرتوهم فغادي يزيدوا يعطيكم نتيجه يعني نتيجه اكثر. هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما دخلتها للفران، فبالنسبه لاخواتي الطياب ديالها ضروري اننا كندخلوها الفران اللي كيكون سخون مزيان، وكنقصوا عليها النار، يعني ما كنديروهاش طيب ابدا على عافيه اللي كتكون مجهده، كنخليوها طيب على خطرها غير عطيوها الوقت باش كتجي الا جهدتو عليها البوطه غتجيكم يعني محمره من برا ومحمره من الداخل، ومحمره من الفوق ومن الداخل، ما غاديش تلقاو فيها ديك الترميله وما غاديش تلقاو فيها ديك الهشاشه، غادي تلقاو ديك العجينه من الداخل باقا معجنه. فلهذا عطيوها الخاطر وخليوها طيب على خطرها. راه كتعطي واحد النتيجه زوينه اكثر ما طابت على خاطرها، اكثر ما كتعطينا واحد النتيجه اللي زوينه، كتعطي واحد التقرميشه زوينه، واحد الهشاشه كتجي فيها رائعه بزاف.
صافي كيف كتشوفوا معايا الاخوات، الطاوه الاولى ها هي طابت، ما خليتهاش يعني تتحمر بزاف، تنخليها تاخد غير واحد اللويين كيف شفتوا معايا. صافي مباشره كنحيدها من الفران صافي. هنا غادي باش نشاركها معكم، درتها هكا في واحد طبيصيل. صافي وغادي نبدا نحيد اي وحده طابت من الفران، غادي نحيدها ونديرها في الطبسيل كيف كتشوفوا معايا. فكتجي اخواتي هاد الحلوه لذيذه لذيذه بزاف، غير جربوها وردوا عليا في التعاليق، راه كتجي رائعه. يعني ما فيها شي حاجه كثيره اولا شي حاجه يعني اللي ولكن كيجي فيها واحد المذاق اللي زوين، كتجي فيها واحد الترميله من الداخل لذيذه لذيذه بزاف. وكيف كتشوفوا معايا هنا راه من بعد ما خرجت الكميه كامله ديال الحلوه ديالي من الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوا معايا. كتجي رائعه رائعه بزاف، لا في المنظر ولا في المذاق. وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يعني الثمن ديال البيع، فهاد الحلوه كيف ما كتشوفوا معايا يعني ما فيهاش كثره المقادير ابدا، فكتبقى من 50 درهم حتى ل 60 درهم. هذا هو الثمن ديال البيع ديالها، يعني كتبقى على حسب يعني البلاصه، او على حسب يعني راه غير المقادير كتلقاي بلاصه مختلفه على بلاصه في المقادير. يعني كتلقاي بعض المرات شحال من بلاصه الزبده زايده على بلاصه اولا الزيت. المهم هذا هو الثمن اللي كتخرج به. كنتمنى اخواتي انه يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكذلك تكون عجبتكم الوصفه. والى عجبتكم كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك، الله يجازيكم، وكذلك تعليق محفز. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.